مشاهدي قناة بوان دي زاد، أهلا بكم أينما كنتم. المؤثرة الجزائرية أحلام عموري تأخذ تجربة جديدة لأول مرة في حياتها، وهي التزلج على الجليد في مول الإمارات. اللي عندها شحال وهي مفتوحه، ولكن انا اول مره غير ب 135 درهم البنات. شحال حاله جيتني لنشاهد كيف كانت ردة فعل أحلام عموري بعد سقوطها أثناء التزلج. امك يطيحوا وانا نرفدهم. هاي ديدتها ندير حاجه في راسي. البنات وقيلا ندير فلاطر. وفي هذا المقطع قدمت أحلام عموري نصيحة لصديقتها حول تعلم كيفية النهوض بعد كل سقوط. احنا متت بالخوف خفوها يا اختي. اللي يطيح بزاف في الدنيا، احنا نقولوا اللي يطيح بزاف في الدنيا هو اللي يتعلم. خليني نطيح ونتعلم. طحت بزاف في الدنيا وتعلم. اش قال البنات؟ هاي غير طيح، هاي غير طيح. قلت لها طيحي وزيدي طيحي. انا يا ما طحت كيما وليدي، طحت كيما راجلي. صح مازالني واقفه ونقعد واقفه، نقعد ديما واقفه. اللي يطيح بزاف يجي نهار هو اللي يكون واقف، هو الرقم واحد. غير طيح مسكينه ويوقفوا فيها، لا تخلي حتى واحد يوقفك. وقفي وحدك. ما كي توقفي تعاودي طيحي. معليش كي توقفي وحدك وتعاودي طيحي تولي تعرفي كيفاش تعاودي توقفي وحدك. ديريها مليح في بالك. وهذوك اللي يطيحوك ويفرحوا بالطيحه تاعك